ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ رجعنا لكم يا جماعه بفيديو جديد وشرح جديد من منصه انكسبت. احنا يا جماعه طبعا فتحنا لكم سلسله جديده. هعمل لكم توقعات يوميه ماتشات كوره، توقعات هتكون مضمونه بنسبه 95%. التوقعات دي يا جماعه ان شاء الله هحاول بقدر الامكان انزلها لكم يوميا. قبل يا جماعه بس ما نبدا في شرح التوقعات، عايز اقول لكم ان احنا عاملين لكم مسابقه بقيمه 5000 جنيه يا شباب. المسابقه دي هنوزعها على 10 اشخاص، كل واحد هنديله 500 جنيه. شروط المسابقة يا جماعة، تكون عامل معانا اشتراك في القناة ويكون حسابك متسجل بالبرومو كود ده يا شباب، ES124. تمام حبيب قلبي، البرومو كود ده بيديلك 200% على أي إيداع أنت بتعمله، وكمان بيخلي نسبة حظك في الألعاب بتوصل لحد 85%. وكمان يا حبايب قلبي، كل البرومو كود اللي احنا كل الفيديوهات اللي احنا بننزلها بتشتغل معاك بنسبة 100%. والناس يا جماعة اللي هي دايما على طول بتكلمني وبتقول ان هي بتخسر في الالعاب الطيارة والالعاب دي، لا، امسح حسابك وسجل بالحساب ده يا شباب. كل الناس اللي هي بتتابع الاكواد تعمل اشتراك معانا وتخش معانا في المسابقة اللي هي بقيمة 500 جنيه كل حساب يا شباب. شرط المسابقة يكون حسابك متسجل بالبرومو كود ده يا شباب، ES124. ويلا يا جماعة كده نخش في شرح أكواد النهاردة. يلا كده يا شباب نعمل تسجيل دخول. السلام عليكم، ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون في اتم صحة وفي اتم سعادة. معك محمد من قناة موجز مو، وشرح جديد عن توقعات يوم 25/8/2024 يوم الحد. قبل ما ابدأ في الفيديو، لو انت لسه جديد معايا في القناة مهتم بون اكس بيت وتوقعاتها، ياريت تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول. تاني حاجة يا صاحبي، احنا تعبنا في الفيديو جامد، فياريت تقدر تعبنا وتعملنا لايك في الفيديو. وقبل ما ابدا في الفيديو، احنا عندنا طبعا اسايم VIP، لو انت حابب تشترك فيها مش بنجبر حد عليها خالص يا جماعه. اللي حابب يدخل معانا بمبلغ مالي، وهنعرض دلوقتي على الشاشه قدام حضراتكم الناس اللي دخلت وفازت معانا. لو انت مش حابب خلاص، احنا مش بنجبرك. هسيب لك رابط جروب الواتساب في اول كومنت وهثبته. وعشان ما اطولش عليك، يلا بينا نبدا في شرح النهارده. معانا ماتشات كتير قوي النهارده يا جماعه. ماتش الحد، طبعا الحد الممتاز والسبت الممتاز. اول حاجه هنروح للدوري الانجليزي. نيجي للدوري الانجليزي كده مع بعض. انجلترا، الدوري الممتاز. معانا ماتشات النهاردة. الحد، نيوكاسل يونايتد وبورموس. نتوقع الماتش ده. نيوكاسل فرقة قوية جدا، ولكن البورموس مش بتخسر على ارضها، فيعني ايه، نلعب في المضمون ونتوقع ان المجموع يبقى اكتر من 2. المجموع اكثر من 2. نركز مع بعض كده يا جماعة في القسيمة الاولى. مش شرط يا جماعة تعملوا قسام، على فكرة انت ممكن تلعب لو انت معاك مبلغ كبير تحطه في ماتش او ماتشين بالنسبة لك. انا مش بقولك اعمل قسيمة، ولكن احنا بنعمل قسايم، شغلنا كله قسايم. ده اول ماتش في القسيمة الاولى، ماتش نيوكاسل يونايتد وبورنموث. تاني ماتش تشيلسي وولفرهامبتون. لو احنا خدنا بالنا ان وولفرهامبتون هتلعب على ارضها، وده ماتش صعب جدا، وتشيلسي عندها تذبذبات، ولكن انا اتوقع ان المجموع، نلعب على المجموع برضه في الماتش ده اكثر من 2. الأوب بتاعه ب1.26. الأوب بتاعه ب1.26. تاني ماتش في القسيمة. تالت ماتش معانا ليفربول وبراينفورد، وأتوقع لأن الماتش في الأنفيلد أتوقع فوز ليفربول. تالت ماتش كده بالنسبة لنا الدوري الإنجليزي. نيجي للدوري الإنجليزي الدرجة التانية اللي هو تشامبيونشيب. معنا ماتش واحد على ما أظن، ماتش كارديف سيتي وسوان سيتي. لو احنا جينا نشوف مع بعض كده، انا اتوقع ان المجموع، شغلي برضو هنا في المجموع، اكثر من 1.5. كده رابع ماتش. نكمل مع بعض كده ونيجي لألمانيا. البوندسليجا. معانا طبعا في ماتشات قوية جدا. 25/8 اليوم الأحد. 25 معانا ماتش البايرن وفلوسبورج، فأتوقع فوز البايرن. اللوب بتاعه ب51، يعني 1.5. وهايندهايم وسانكي باولي، الفرقتين طالعين من دور الدرجة التانية. هنا نتوقع مجموع. الماتشات اللي انت تتوقع استبعاد فوز فيها، انا واخد ده مبدأ كده، اتوقع فيها مجموع لكن في الماتش ده احنا هنيجي للأهداف، نجيبها هي. وقت الهدف الثاني، سباق وقت الهدف الأول.
وقت المجموع الخاص، وقت الهدف الأول. تمام. هنا يقول في رهان اسمه سيحرز اللاعب البديل، يعني لو نزل واحد تبديل يجيب جون. أنا أتوقع لا اللوب بتاع ب1-4-2. ده الماتش السادس في القسيمة الأولى معانا. ده في ماتش مين؟ هايندهايم وسانت باولي. وخدنا الماتش التاني بايرن ميونخ يفوز. نكمل مع بعض البوندسليجا الدرجة التانية. طبعا لو احنا فيها ماتشات حلوة، فيها ماتشات كويسة. فورتينا اتوقع الفوز ده اللي هو فورتونا. يا ريت نركز في اتجاه الشاشة يا جماعة، لان التطبيق وان اكس بت بيكتب اسماء الانديه بالعربي معظمها غلط. انا اتوقع هنا ان المجموع ايضا هلعب هنا مجموع اكثر من 1.5. ودريمستار ونيومبورغ اتوقع هنا المجموع اكثر من 1.5، ايضا مجموع اكثر من 1.5 زي ما احنا مع بعض كده. ده يوم 25 لحد. تمام كده. دي بالنسبة للقسيمة الأولى. نيجي نشوف القسيمة الأولى مع بعض كده ونراجعها عشان الناس تركز مع بعض. أول حاجة قلنا ماتش نيوكاسل يونايتد وبورموس، قلنا المجموع أكثر من 2، يعني 2-1 يعدي، 3-0 يعدي، هكذا. وولفرهامبتون وتشيلسي مجموع أكثر من 2. نادي ليفربول وبراينفورد قلنا فوز ليفربول، نركز مع بعض. كارديف سيتي وسوان سيتي اتوقعنا المجموع أكثر من 1.5، ركز في اللي أنا بقوله. فلوسبورج وبايرن ميونخ اتوقعنا فوز البايرن. سانت باولي وهايندهايم ده في الدوري البوندسليجا يا جماعة. سيحرز اللاعب البديل، لا نركز في اسم الرهان، مش تعمل حاجة غلط وترجع تلوم والكلام ده. انا ما بقولكش اعمل القسيمة كلها بالمناسبة، لكن انا بقولك اشتغل على الارجح ليك. عايز تشيل واحد انت مش واثق فيه شيله، عايز تشيل 2 شيلهم واشتغل على الباقي، وعلى حسب القود اللي معاك ارمي فيه رقم. نيجي لدوري البوندسليجا الدرجة الاولى. كرة قدم 1846 وفورتينا ده قلنا مجموع اكثر من 1.5. درمشتار ونيومبورغ قلنا مجموع أكثر من 1.5. وده القسيمة عشان الناس اللي حابة تدخل. ودي تبقى القسيمة الأولى كده، تبقى القسيمة الأولى عدت. نيجي مع بعض كده نكمل. طبعا زي ما أنا قلت لك، الناس اللي حابة تلعب معانا مقابل مادي بسيط جدا. اللي حابب، مش بنجبر حد يا جماعة، يا ريت نفرق. احنا مش بنقول لك لا ده شرط، لا، اللي حابب يعوض معانا يكلمنا، مفيش اي مشكلة. نيجي للدوري الاسباني. الدوري الاسباني 25 معانا اول ماتش ريال مدريد، توقع فوز ريال مدريد اول ماتش في القسيمة. ومعانا ماتش لاس بالماس وليجانيس لسه طالعة طبعا. فانا اتوقع الماتش ده مجموع يعني قليل، فهنا ممكن نشوف رهان ارجح نتيجة الاشواط. هنا مثلا بنشوف مع بعض، انا بشوف الارجح معاك عشان تبقى على علم او دراية. هنا اتوقع عايزين الرهان بتاع اللاعب البديل، انا بفضل اللاعب بديل. نشوفه كده مع بعض وانت بتشوف كده معايا. يعني يا ريت تشترك في القناة، تفعل زر الجرس. طبعا الرهان المفروض ان هو موجود. نشوفه تاني كده. سيسجل فوز زي ما احنا. هو على الارجح مش موجود هنا، على الارجح مش موجود هنا. هنا بقول لك رهان يا جماعه، بقول لك هدف في كلا الشوطين. انا اتوقع لا، هدف في كلا الشوطين اتوقعه لا. في ماتش مين؟ لاس بالماس وليجانيس. نيجي الماتش ريال بيتيس والافيش. اتوقع هنا المجموع بقى، هنا في ماتش زي ده، مع ان اتوقع في ده ان الفريقين يسجلوا، لكن نيجي المجموع اكثر من 1.5، يعني 1-1 يعدي. لو بتاع ب1-4-1. نيجي لجيرونا واتلتيكو مدريد. اتوقع فوز اتلتيكو مدريد. نيجي بعد كده لايطاليا. الدوري الايطالي زي ما احنا كده مع بعض. معنا ماتشات 25 ممتاز جدا برضو. معنا اول ماتش اتلانتا وتورينو،
أنا أتوقع فوز تورينو، أتلانتا قصدي، أتوقع فوز أتلانتا. لو احنا خدنا هنا أو مجموع، نيجي ممكن أهو شوف هنا المجموع بتاع أكثر من 1.5 1.33، وأنا متوقع إن أتلانتا تفوز، لكن أخلي المجموع 1.33. فيرونتينا وفينيسيا، فينيسيا دي لسه طالعة من دوري الدرجة الأولى من إيطاليا، فأتوقع فوز فيرونتينا. فيرونتينا بتلعب كمان على أرضها، الأوب بتاع 1.48. نيجي ماتش في ماتش هنا الإنتر، نسينا لا الإنتر 24 طبعا. نيجي ماتش روما وإمبولي، روما هيلعب طبعا في ملعبه، فأتوقع فوز روما. وماتش الجولة نابولي وبولونيا، الماتش ده جامد جدا، فأتوقع مجموع. هنا ممكن هنا بقى أجي أتوقع مجموع، لأنه مش مضمون مين اللي يفوز، فمجموع 1.5 عامل 1.29. دي القسيمة التانية. نيجي بقى نشوف هنراجعها مع بعض، نيجي نشوف القسيمة تانية مع بعض. هنا القسيمة عاملة 16-4. أول حاجة قلنا ريال وبلد الوليد، الريال يفوز، ده في الدوري الأسباني. ليجانس ولاس بالماس قلنا هدف في كلا الشوطين، لأ ركز في اسم الرن اللي أنا بقولك عليه. ريال بيتيس والافيش اتوقعنا إن مجموع أكثر من 1.5. أتلتيكو مدريد وجيرونا اتوقعنا فوز أتلتيكو مدريد. تورينو أتلانتا للدوري الإيطالي اتوقعنا المجموع أكثر من 1.5. فيرونتينا وكرة القدم فينيسيا اتوقعنا فوز فيرونتينا. روما وإمبولي اتوقعنا فوز روما. نابولي وبولونيا اتوقعنا المجموع أكثر من 1.5. نهاية الأوب بتاع عامل 16-4-8، يعني حطيت 10 جيب لك 164 165 يعني، وهكذا 10 ريال 10 جنيه 10 دولار 10 درهم اللي تحطه. زي ما أنا قلت لك مش بقول لك اعمل القسيمة كلها، لكن أنا بديك الحاجات المضمونة في اليوم كله، الحاجات المضمونة في اليوم كله. حابب تلعب معانا في قسيمة VIP زي ما أنا قلت لك كلمني، هسيب لك جروب الواتساب في أول كومنت. نيجي للقسيمة التالتة. القسيمة التالتة معانا كده، نرجع كده للدوري البلجيكي، نشوف في بلجيكا دوري جامد جدا يا جماعة، بلجيكا دوري جامد جدا جدا يعني. معانا أول ماتش بروغي، أتوقع فوز بروغي أهو في الدوري البلجيكي. ومعانا تاني سانت جونيور، أتوقع فوزها على سانت ترودين. وساندرد أتوقع هنا في الماتش ده فوزها أيضا، يعني 3 ماتشات في الدوري البلجيكي مضمونين جدا. 3 ماتشات اللي هم كلاب بروغي ده يفوز الساعة 2:30، وسانت جونيور اللي هو دون يفوز، وستاندرد يفوز. نرجع مع بعض. ماتش حلو على فكرة، ألمانيا فيها ماتشات حلوة جدا. نيجي لهولندا، بطولة هولندا الدوري الهولندي. نيجي نشوف زد القمر، أتوقع فوزها، لكن الماتش قوي جدا يعني، هي بتلعب مغربين، ولكن أنا أتوقع فوزها. ولو احنا جينا نتوقع هولندا الأقسام، فينفورد ده تفوز يا جماعة. نركز مع بعض في فينورد، تمام كده. نرجع كده، خدنا من هولندا. نيجي للبرتغال، فيها ماتشات حلوة أيضا ولا إيه؟ نيجي نشوف البرتغال، أروكا يعني أتوقع أستبعدها. جيل فينيستي وإتشول برايا أستبعدها. إفيش غامرايس أتوقع هنا برضه مستبعده. فنيجي الماتش واحد هو المضمون اللي هو سبورتنج براغا، أتوقع فوز. دي القسيمة حتى الآن، دي القسيمة التالتة، قسيمة تالتة. وتركي، نيجي لتركيا مع بعض. لو احنا جينا دور السوبر ده، معانا مثلا ماتش فرناتشي داون يفوز، أدانا سبور وقاسم باشا. هنا أتوقع مجموع بقى، أدانا سبور وقاسم باشا أتوقع مجموع أو أكثر من 1.5. حتى الآن 8 ماتشات في القسيمة، لكن الأوب بتاعها عالي 38، عالي جدا. نيجي تاني، يعني كل الماتشات الجاية بقى يعني ايه هتبقى مضحية شوية. الدوري الإماراتي مفيش ماتش 25 طبعا. وايه بنشوف كده مع بعض كأس الاتحاد الافريقي اللي هو الكونفدرالية، نشوف ماتشات فيها مضمونة.
مفيش، يعني كلها تصفيات لسه. بس نيجي نراجع القسيمة التالتة اللي كانت معانا. طبعا أول حاجة قلنا في الدوري البلجيكي كلوب بروغ يفوز، وسانت ترودين ويونيون سانت جوليوز يونيون سانت جوليوز يفوز اللي هو فريق 2 فوز 2 وفوز 2، وستاندرد فوز 1 فريق في الدوري البلجيكي. نيجي للدوري الهولندي، خدنا اي زد القمر دي فوز اللي هو فوز فريق 2 على فريق 1، وفين وورد يفوز على سبارتا روتيم فوز فريق 2 يعني. خدنا الدوري البرتغالي، قلنا سبورتنج براغ يفوز على موريتينشي. وخدنا في الدوري التركي فرناشخا يفوز على كيكيورسبور، وقاسم باشا وأدانا ديسبور. قلنا المجموع ده في الدوري التركي أيضا قلنا مجموعة أكثر من 1.5. دي القسيمة التالتة. الأوب بتاعها ب38 يعني ال10 388. أيا كان مش بقولك حطهم كلهم زي ما أنا قلتلك، لكن احنا بنديك الأرجح بس كده. زي ما أنا قلتلك لو حبيت تشتغل معانا قسيمة في اي بي كلمنا على الواتساب، هسيبلك جروب واتساب في الواتس. شكرا لك يا صاحبي، استنى فيديوهات كتير جدا عن 1xBet. سلام يا صاحبي.